في معرض الوظائف. هذا الحدث اللي تنظمه منظمة روانجا في هذا الظرف الاستثنائي اللي يعاني من عند العالم بشكل عام والعراق وكردستان بشكل خاص. اختارينا أنه اليوم يكون النسخة هذه من عند المعرض بشكل إلكتروني بشكل عام، وحتى الموضوع اللي اختارناه اليوم هو يخص السوق الإلكتروني والتسوق بشكل عام in general. اليوم راح نتكلم وياكم عن السوق الإلكتروني واقعة، أيضا المعوقات اللي تواجهه، الفرص اللي موجودة به، ويا ضيوفنا الأعزاء اللي جايين من أماكن مختلفة. أحب أرحب بالضيوف أستاذ جعفر فخر الدين الرئيس التنفيذي لشركة النخبة لحلول الاتصالات، أيضا ست تلار مستشارة أعمال، والسيد أنس مرشد مدير شركة مرشد لتطوير الأعمال. اليوم الموضوع اللي اختاريناه يمكن أكثر وقت مناسب له هو هذه السنة. ليش؟ لأنه بشكل عام العراق وحتى إقليم كردستان يمكن شوية جدا تخلفنا عن محيطنا في مجال السوق الإلكتروني. نلاحظ اليوم التطورات اللي تصير على واقع السوق الإلكتروني حتى في البلدان المجاورة، إن كان لإقليم كردستان أو العراق الفدرالي بشكل عام، بأنهم كلش اتطوروا في هذا المجال. لكن نريد اليوم نعرف إحنا شنو السبب اللي هواية أعمال تخلفت وأيضا عانت من خسائر كبيرة بسبب الإغلاق اللي صار والجائحة، في حين أكو شركات عالمية كبيرة استثمرت الجائحة بشكل فعال جدا، ساهم في زيادة إيراداتها، بنفس الوقت ساهم في زيادة انتشارها وتواصلها الدائم مع العميل رغم الإغلاق اللي صار واللي عانى من عند العالم كله وحتى العراق. نبلش بسؤال يمكن تطرقنا له اوريدي، اريد ابلش به ويا استاذ انس. استاذ انس، اريد اعرف واقع التجاره الالكترونيه بالعراق، خصوصا اذا عرفنا على سبيل المثال، يعني انا كمتابع بسيط لهذا الشان شفت انه احد التقديرات في الخليج على سبيل المثال نما هذا القطاع بواقع 1500% سنه 2016. طبعا هاي اخر احصائيه كانت موجوده بمجلس التعاون الخليجي عن واقع التجارة الإلكترونية عندهم الإي كوميرس، نشرت سنة 2016 تثبت بأنه التسوق الإلكتروني بشكل عام وتوجه الشركات نحو السوق الإلكتروني نما عندهم ب 1500%، مسجلين أعلى نسبة زيادة ونمو على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام، من تقريبا نتكلم عن من 24 مليار إلى تقريبا 120 مليار زادت التجارة الإلكترونية عندهم. بالضبط. واقع التجارة عندنا وين أنس؟ بالضبط. أولا أشكرك وتحية لكل مشروع أو صاحب شركة يمارس اليوم التجارة الإلكترونية. وإذا أقارنا ويا دول الخليج أو أقارنا مع أي دولة أخرى، فأتوقع أنه لو متوفرة الظروف إلى اللي موجودة عند هذه الدول لكان هو أنجح من عندهم. السبب أنه اليوم إحنا في بلد وضع غير استثنائي، يعني أو استثنائي. اللي صار واقع الانترنت مثلا بالعراق كان جدا متأخر في التسعينيات وبدايات الألفينات، حيث الحكومة كانت مسيطرة بشكل كامل على الانترنت، وكان الوصول إلى محدود ولأغراض معينة. بعد التغيير اللي حصل في 2003 أيضا كانت خدمة الانترنت أيضا غير كفؤة، لأنه ما عندنا بنى تحتية خاصة بالإنترنت. بعدها دخل العراق في موجة من العنف، واستقر لتقريبا 2009 بلشت وزارة الاتصالات تشتغل على موضوع بناء بنية تحتية خاصة بالإنترنت. انطلق فعليا أول تجربة حسب أحد الدراسات اللي قريتها على العراق، أول تجربة للتجارة الإلكترونية بلشت 2007-2008 عن خلال استخدام منتديات أو استخدام مواقع بسيطة، وفشلت لأنه المجتمع كان ما مهيئ أصلا لهذا النوع من التجارة. بعدين سنة 2014 كنا عانينا بالعراق من مشاكل وحروب مع الإرهاب. استقر العراق مرة أخرى في عام 2016 2017 وبلشت ثورة السوشيال ميديا.
والعراق مثل ما نعرف اليوم أنه عنده أكثر من 17 مليون حساب حقيقي على الفيسبوك، ويعتبر ثاني بلد بعد مصر بهذا الشيء. فالتجأ العالم إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي حتى يبدون بالتجارة الإلكترونية. والتجارة الإلكترونية يستخدموها بدون أي ضوابط، بدون أي مفهوم أو تنظيم لهذا الموضوع. وبعدين شوي شوي بلشت انفتاح السفر، بلش اطلاعهم على دول أخرى، أنه بلشوا ينقلون أفكار، وصارت عندنا موجة من هواية تطبيقات هي استنساخ لتطبيقات موجودة دار مدار العراق، ونجحت وتحولت هواية بيجات من بيج فيسبوك عادي إلى تطبيق. ولكن المشكلة والصدمة الأكبر هو ضعف الإنترنت. واجهت التطبيقات انقطاع لخدمة الإنترنت لمدة شهر كامل. كان هذا الموضوع بمظاهرات سنة 2017-18، وأيضا بالأحداث الأخيرة اللي صارت بتشرين. نعم. وهذا أثر بشكل جدا كبير. إضافة إلى أخرى، الشيء الآخر القوانين العراقية. القانون العراقي أبد ما إلى أي تشريع خاص بما يخص التجارة الإلكترونية. تشريع واحد هو فقط للتعاقدات الإلكترونية في عام 2012 ومعطل، بالإضافة إلى العنصر الأساسي وهو الخدمات المصرفية. اليوم العراق قطاع المصارف وقطاع الخدمات المصرفية جدا متأخر، فأكيد راح نعرج عليه نحضر لها نقطة كاملة بشيء آخر. ولكن هاي الصورة عن واقع التجارة. هل أتوقع أنه هو في نمو؟ نعم هو في نمو، وأكو مؤشرات لهذا الموضوع. مؤخرا أكو تطبيق جدا ناجح في كردستان، حصل على تمويل جدا كبير وحصل على مستثمر. بالإضافة أنه أكو تطبيقات في دول الجوار بلشت. أي تطبيق بنتكلم؟ ليزو. وحصل على استثمار يعني رائع جدا، ويعتبر كيس ستدي ناجحة. الشيء الآخر، عندنا تطبيقات أخرى بلشت تفكر تدخل للسوق. اليوم طلبات وهو من أشهر التطبيقات، واللي محصل عوائد جدا عالية بالأرقام اللي ذكرتها أنت في دول الخليج، يفكر يدخل للعراق. بالإضافة عندنا تطبيق كريم سابقا، وتطبيقات أخرى بلشت تشتغل بهذا الموضوع. أكيد الوقت ما يكفي إنه أنا أشرح أكثر، راح نعرج على الموضوع بفقرة أخرى. شكرا. كان السؤال الثاني كنت أحب أوجهه للأستاذ جعفر، عرج عليه شوية أستاذ أنس. تكلمنا على أنه الأمر كان غير منظم ولا يزال غير منظم. نعم. لا أكو ضوابط، لا أكو مثلا قوانين معينة تنظم موضوع التجارة الإلكترونية بشكل عام بالعراق. فسؤالي لك أستاذ جعفر بأنه يعني أنت تشوفها هاي حالة صحية؟ وإذا مو حالة صحية أنه انتشارها بدون ضوابط، شنو اللي ممكن يصير أو اللازم يصير حتى يكون العمل مقنن ومنظم بطريقة مهنية أكثر؟ السلام عليكم جميعا. أي عمل غير منظم فهو أكيد ظاهرة غير صحية، هذا شيء مفروغ منه. الوضع بالعراق بسبب الظروف اللي ذكرها الأستاذ ما صار اهتمام من الدولة بالأعمال التجارة الصناعة. هذا الاتجاه الدولة ما اتجهت له، لأن الدولة كانت حايرة بروحها بسبب الحروب والمآسي اللي احنا عشناها. طبعا هذا شيء هواي أثر على التجارة الإلكترونية. احنا كشركات نريد نقوم بعمل معين. طبعا عمل بالشركات يختلف عن عمل الافراد. الفرد ما يحتاج لقانون، يقول لك انا اسوي هيك بعد شوي اغير رايي اسوي شيء ثاني. انت كشركه لازم تحط عندك استراتيجيه، عندك بزنس بلان، فلازم عندك قانون تمشي عليه، لازم تاخذ موافقات حتى تمشي عليها. يعني احدى الشغلات اللي تاثرنا بها احنا كشركه، يعني احنا شركه اليت هي شركه الهولدنج، من عندها مجموعه شركات اللي هي مجموعه تطبيق اوبر تاكسي اللي هو من عندهم. تمام. بالعراق يعني الحكومة المركزية عانينا معاناة طويلة إلى أن قدرنا نحصل اللايسنس حتى نقدر نشتغل، يسمحونا. مو ممانعة من عندهم، بس كل ما تروح الدائرة يقول لك أنا ما أدري، يعني هو ما مشتغل بهيك شيء. إحنا كنا من الرائدين. أكو شركات قبل جت اشتغلت بس ما اشتغلت بلايسنس، اجى يقول لك أوكي هذا الوضع البلد مخربط، أنا أشتغل على هالخربطة. إحنا ما بدنا نشتغل بهاي الطريقة. اجينا كذلك هنا بحكومة كردستان، اجينا فتحنا فرع أربيل. صراحة فتحنا المكتب بشهر الخامس 2018
اللايسنس حصلناه يوم 9/10/2018، يعني تقريبا 5 أشهر. مكتب مفتوح، موظفين موجودين، انت عندك مصاريف بدون ما مسموح لك تعمل. يعني انا اتمنى من الحكومه المركزيه، حكومه كردستان، وضع آلية وقوانين تسهل عمل هاي الشركات. أنا أشوف أن عدم دخول الشركات الأجنبية أو الاستثمارية اللي بالخارج للعراق بسبب عدم وجود قوانين. ذيك الشركات ما تقدر تشتغل تقول لك على هذا الموجود، لازم أكو قوانين معينة، لأنه عندهم حسابات، عندهم مراجعة، عندهم تدقيق عليهم دولهم. فلذلك هذا المفروض يعني يصير فرد آلية، الدولة تحط قوانين تسنها وتنشئ منظمات أو مؤسسات تتابع عمل هاي القوانين أو هاي الشركات. موضوع العمل الفردي والشركات، أنا أسميهم أقسم دول متطفلين على العمل. يعني واحد عنده محل صغير شغلات، هو من حقه يتاجر إلكترونيا أو غير إلكترونيا، فعن طريق السوشيال ميديا يسوي له في الصفحة صغيرة، ما أدري أوكي فيسبوك مثلا، صفحة صغيرة يعلن البرودكت مالاته. ممكن يكون هو صادق ويعمل بشكل رسمي وصحيح، بس هو منهم لا، أساءوا هذا الموضوع. قام يبيع، يغش، يعلن شيء، يبيع شيء ثاني، يوصل شيء ثاني، برودكت ثاني. هذا سبب تخوف عند المستخدمين، وهذا اثر على الشركات. احنا من نشتغل شيء صحيح ونوعد الناس انه احنا هاي البرودكت مالتنا وهذا اللي راح يوصلكم، فصار عندهم شك، وهذا كل شوي اثر علينا. يعني أنا مثلا إذا أعطيك تجربة شخصية، أنا عندي شركة، إحنا إعلان وسوشيال ميديا ماركتينج ايجنسي ان جنرال، فإحنا نشتغل فقط على السوشيال ميديا والإعلانات، ونشتغل مع مشاهير على مستوى العراق، وأغلبهم هم عراقيين بس على مستوى العالم. من نسوي إعلان معاهم ونستخدم صفحاتهم الشخصية حتى نسوي وات ايفر بروموشن ويا شركات مثلا بيبسي او هواوي، الشخص اللي يسوي لنا اعلان في العراق يقدر يسويه بكل بساطه، لكن عندنا مثلا شخص دبي. لا بدبي هاي طبعا هاي كلش صعوبه، بس عندنا مثلا في لندن ببريطانيا لازم يقدم طلب هو قبل لا ينشر لي الاعلان او قبل لا يسوي هذه الحمله. لما ينزل البوست او الستوري او الى اخره لازم يكتب paid partnership، اللي هي فد فيتشر موجوده بالانستغرام على سبيل المثال. اذا ما يسويها راح يتحاسب ولازم يدفع ضريبه جزء من المدخول. هل احنا مقبلين على هيك شيء؟ هذا طبعا جزء من تنظيم العمل. اما بالامارات يمكن هي كانوا سباقين بهذا الموضوع ووضعوا اول دوله فرضت ضريبه واعتبرت الانفلونسر كرجل هذا اعمال. شغل. ترى اتس هيوج اندستري. يعني احنا بدنا نحكي على صار سعر البوست يمكن عندنا اكو $1,000,000، اكو اشخاص ياخذون $1,000,000 على بوست نعرفهم، فهيك شيء مبالغ عظيمه. احنا شايفين هيك شيء راح يتنظم بالعراق. انا دا اعطيك مثال بسيط بس، هو يتوزع على هواي شغلات ومن ضمنها حالات الغش. يعني أنا مثلا بيج شنو اللي يحمي حقوقي اذا طلبت شغله وانا صايره بيها، يمكن اللي حاضرين ايضا صايرين بيهم، انه يطلب شغله مغايره تماما للي معروض، شلون ممكن احاسب ابو البيج؟ حنشوف هيك قوانين. يعني بالمستقبل القريب ما اتصور بالعراق على الوضع القريب، بس اتمنى يا ريت يصير هيك تنظيم. يعني اتمنى، ليش انا اثرت هاي النقطه واناشد الحكومه انه تسن هاي القوانين وتسهل عمل التجاره الالكترونيه. بالمناسبه ما بدي اسوي دعايه شغلات، اكو تطبيقات جديده ان شاء الله احنا ناويين ننزل بها، فقدمنا على انشاء شركه وعملها تجاره الكترونيه. صار لنا اكثر من شهرين ما حد يعرف، يقول لي شو اسجل لك اياها؟ صراحه يردون، ما اقول يردون يعرقلون العمل، بس ما يعرف شو يسوي. يعني ماكو شيء قباله، ماكو قوانين، ماكو قنن العمل. هاي مشكله. شكرا استاذ جعفر. انتقل سؤالي ست دلار. اذا نتكلم عن السوق التقليدي بشكل عام ومساحته الكبيره، خصوصا عند يعني سلوكيات الزبون والمستهلك العراقي، لكن شفنا اكو فد الاحداث اللي صارت، خصوصا الحظر اللي صار الطويل، الناس قاعده ببيوتها وبعدين كورونا، وايضا حظر غير سلوكيات اكيد المستهلك العراقي. تشوفين اليوم الالكتروني، سوق التسوق الالكتروني يقدر ينافس التقليدي؟ غير يعني ولا بالعراق على مستوى العراق اتكلم؟ شكرا.
يعني مهمات هواية إذا بدنا نجيب مثالات شركات كبيرة ما كل كانوا متوقعين إنه راح يصير كورونا، بس متوقعين التغيير السريع اللي بيصير بالهابتس مع كل واحد فينا، يعني تصرفاتنا احنا عاداتنا اللي بتتغير يوم عن يوم. أي نعم صايرة ممكن مشكلة، يعني يمكن الأبواب اللي موجودين بيقولوا جينا جمعنا على طول على الإنترنت، أو إحنا صايرة كان يمكن من الإدمان، بس هذا الإدمان احنا نقدر نستعمله. هذول الناس احنا نقدر نعمل أبروش ذاتي. هذول كلهم موجودين يقدرون يعني من اللي ما أقدر أشوفه من اللي أقدر شنو اللي عنده، وبالتالي صاير حاجة يعني مو بس إنه لازم يعني مش ضرورة وحاجة. كان رفاهية، إذا كان رفاهية زائدة هسه صار أي نعم وضرورة واجب. نعم. إذا نشوف الشركات العالمية يعني كإنفلونس اللي عملت على جروب زارا مرات واحد يسأل قبل 5 سنين بدأوا يسووا ستراكشر كلش كبير للموضوع الأونلاين اللي بيبيع أونلاين، واحد يسأل نفس الزين هيك ماركة عالمية تبي عمل أعلانات بأغلب بيست برزنتيشن في الوورد، شنو الحاجة؟ فهسه الجواب يعني لأنه أولاً هذا اسمه الناس تتغير، كل صار يستسهل قدام سمارت فون قدام سمارت ديفايس يستسهل الموضوع، والشيء الثاني الظروف اللي تصير إذا كوارث طبيعية إذا ظروف شخصية اللي مش اللي هو حالياً فرص، واللي بشوف إنه خلاص ويا الأونلاين شو اللي وصل الموضوع يعني سبريت خلاص، فإذا وصل بينا الموضوع الثاني فإذا هذا نوع هذه كلها opportunities للبزنس. بالضبط. يعني يا شباب اللي عنده بزنس ايديا خلص عندك opportunities أو سوق مفتوح أنت تقدر ننميها، ومع ذلك سهل إنه عن طريق الأونلاين نسوي سيرش نشوف ايش بيصير بالدنيا بالدول المجاورة، ما نروح بعيد، ما نقول هذه two different cultures يعني أوروبا والشرق الأوسط لا نباوع على دول المجاورة، ما نحتاج إنه نخترع الويل يعني مرة من أول جديد يعني، لا ماكو داعي. فنحاول ونجيبها وكستمايزت على الكالتشر مالتنا على الهابتس مالتنا، وفرص موجودة يعني بس الفكرة تجي. شكرا تلال. اريد اربط هذا السؤال ويا سؤال لك انس على انتعاش الاونلاين ماركت يمكن بافضل حالاته. يعني من خلال مثلا شغلي على سبيل المثال المحطه عندنا نتعامل مع بعض هوايه احيان ويا اونلاين بزنسز، يعني انا بيجات بسيطه يعني كل شغلهم ممكن هم فقط يجيبون برودكتس وهيك، فمرات نعطي كونسلتيشن بمواضيع اذا كان تتعلق بالتسويق الى اخره، ابروش دونرز شلون نوصل ويا المستثمرين. اكو يعني ما اقدر اسميها قصه نجاح، بس هي مره ببغداد مبلشه شغلها من البيت ومع بناتها قبل هو عندها مجرد بيج على الانستغرام، فكانت انه دائما نسوي وياها ايفالويشن تقييم جست يعني مساعده، فنشوف انه شنو هي اللي تسوي ونعطيها نصائح شلون تكبر البيج والى اخره. انتقلت هي من تقريبا $800 نت بروفيت يعني ربح صافي لها، كانت $800 بال 2019 واللي هو يعتبر زين. 4500 سبتمبر الشهر المضى مالتها النت بروفيت وصافي الربح $4500. انا اعتبره هذا يعني اتشيفمنت، لان هي كل اللي تسويه هي تجيب برودكت من تركيا وتجيب من كوريا، هاي البرودكت تصورها هي وبناتها ومتعامله مع شركه توصيل. الانتعاش هذا ليش الباقيين وقعوا؟ منو اللي وقع اريد اعرف، يعني انا اريد نعرف من الوقع. طبعا ارجع التلال على شيء كلش مهم. فكره اصلا البيع الالكتروني بدات هواي شركات كبيره لعامل واحد هو الكلفه. انت من تقلل سلسله التوريد اللي موجوده، مخزن ومحل ونقل وامور، راح تقلل الكلفه فتقوم تنافس. وبدات شركات بسيليكون فالي من بدايه الالفينات يعني الموضوع، وتراكم الموضوع. بالعراق هوايه شركات
في القطاع الخاص، خلينا نكون واقعيين وصريحين واعتذر من هذا اللفظ، يعتبرون نفسهم قطاع خاص ويعتبرون انهم اللي يمارسون الاداره، ولكن فعليا تحسها هي شركه حكوميه تتعامل بالقطاع الخاص، تشتغل اسمها بالقطاع الخاص، بالاضافه لانه القطاع الخاص العراقي ما طور نفسه بالطريقه الصحيحه ومعتمد اعتمادا على القطاع الحكومي، هواي اكو شركات قطاع خاص والقطاع الحكومي، بالاضافه لانه القوى البشريه وحتى اليد العامله بالعراق هي مو يد ماهره وعندها المهارات الكافيه اللي طورت نفسها، والدليل احنا اليوم نشوف كميه الخريجين اللي يطالبون بوظائف وحقهم ولكن ما مطورين نفسهم بهذه الناحيه. شركاتها ما كانت مستعده ولا ناظره انه موضوع انه هي تنافس عن خلال الكلفه او تنافس عن خلال القيمه المضافه او تتنافس مع بقيه الشركات الاخرى او تلقاها هي شركه وحدها بالسوق تقدم هذه الخدمه، فهي تفكر انا ما اطور ابدا الاساليب الاداريه او اطور طرق التوزيع والتسويق مالتي حتى انافس الاخرين. انا حنطيك مثال اقوى من هذا الموضوع. اليوم مع هاي الازمه انا ما دا اسوي اعلان وانما سويت شركه قبل 7 اشهر، وشركه مختصه بخدمات تشمل العلاقات العامه والتسويق والسوشيال، منافسه لك. اوكي. ايه هاي الشركه بدات ما راح يقدر لي ببغداد على فكره، لا سيكتور اخر. قبل 7 اشهر بلشتها، وهي ازمه الكورونا وازمه المظاهرات كل هاي الامور، الكل يتوقع انه هاي التوقيت سيء كان. صحيح. وكان اللي لازم يصير انه انا اريد اجيب موظفين يشتغلون وياي وهم يقلل الكلف، فقررت ان اجيب موظفين ما عندهم خبره. اوكي. فريش جراجويتس، بلشت انا ادربهم. خلال 3 اشهر حصلنا زبون، والزبون مو عراقي من خارج العراق. احنا لا نقدم سيرفيس، ما نقدم برودكت ولا نستورد برودكت. بعدين الموضوع قام يزيد، الزبون صار زبونين 3 4، تيم بدا يكبر، وهذا كل الموضوع اونلاين، ميتينجز مالتي اونلاين، حساباتي استخدم بلاتفورم اونلاين، وما عندك وما تحتاج فيزيكال سبيس ابدا. البروجكت مالتي استخدم السوفت وير اللي استخدمها مو بفلوس. اليوم لا تروحون اكو اوبن سورسز تساعدك بالاداره، تريلو مثلا لاداره البروجكت، ويف لاداره الاكونت، محاسب الكتروني فور فري. هاي الامور بلشت اشتغلها وبلش يشتغل الموضوع. اكتشفت بعدين انه اكو شباب هوايه استفادوا من ازمه كورونا ودا يشتغلون هذا الموضوع، خصوصا انه اليوم اكو شركات جدا كبيره. فيسبوك اليوم مثلا بعد ما تشتغل اتش كيو، فيسبوك بلشت تشتغل ورك فروم هوم. انت اليوم بربيل تقدر تقدم على وظيفه فيسبوك تشتغل في فيسبوك. كريم مثلا، اكو شركات عراقيه، مسواق صار عندها جروث بشكل مو طبيعي. صحيح. ولكن اللي واجهوه انه مثلا هاي الشركات مثل مسواق او مثل الحجيه اللي انت ذكرتها معتمده على شركات نقل، واجهوا مشكله التوصيل. نعم. بس اكو بالمقابل شركات سيرفيس انترنت وهم على الانترنت. فالموضوع كله يدور حول انه انت كشخص شلون تفكر بما يخص كلفه، وشلون تفكر انه اوكي بما انه كلفه شلون راح ادير البروجكت مالتي باستخدام اساليب ذكيه. الصدمه اللي صارت عندي وصارت عند هوايه شباب انه انا بدي اتعامل ويا شركه اجنبيه خارج العراق، موضوع حوالات النقديه، موضوع التوقيع الالكتروني والعقد الالكتروني اللي ما يحمي القانون العراقي نهائيا. اليوم انت القانون العراقي ما يعترف بشيء اسمه توقيع الكتروني. اعرف شركات تطلع على البرودكت موضوع الجمارك، اكو ناس جايبين منتجات بعدها بالحدود. انت شايف الاسئله مالتي؟ لا. اوكي. الورقه يمي شلون تشوف السؤال الجاي؟ فهاي المشاكل اللي هواي اللي وقعت فيها هواي شركات. نعم. مثل ما قال ست آلاف، هي اليوم صارت الزام الموضوع، والموضوع هو مو فقط انه انا كشركه، حتى انا كشخص اليوم لازم اتعامل مع الموضوع الالكتروني. وهذا الضغط اللي راح يصير وتوجه الشركات وتوجه الناس على الموضوع الالكتروني يجبر الحكومه تشتغل على شيء هو اهم، وهو الحكومه الالكترونيه اللي هي راح تحل هواي امور. فكل هاي الامور تتغير اكيد مع كل ازمه. انا ما اريد اخذ الوقت كله، واكيد انت عندك اسئله. انت حرفيا اخذت سؤالين من اكيد تشيرها مع الاخرين. لانه بالفعل يعني على سبيل المثال اللي تطرق له استاذ انس، هذا كان سؤال يعني اريد ابحثه وياك استاذ جعفر على الدفع الالكتروني والاستيراد. يعني انا صدفه هيك دا اقرا
مال الاحصائيات مال البنك المركزي العراقي 6% فقط من العراق عندهم فيزا كارد او ماستر كارد. هاي قديمه. اوكي قلت لو شوي بعد توطين الرواتب صار 13%. اوكي ولكن ما يستخدمون فقط للرواتب. بالضبط. وانت تعرف المال الرواتب يعني غالبا انه فقط سحب وايداع. نعم. يعني كانه دفتر بس مجرد انه ما راح تسحب من المصرف، راح تسحب من جهاز. بس اذا كاكتشوال او حقيقي حسب ما يقولون انه هي تقريبا 6%. اذا قارناه ببلدان ثانيه، كوريا 94%، الصين عندهم 96% من الشعب يستخدم وسائل الدفع الالكتروني. اريد اعرف ايش تسبب لكم المعوقات بالنسبه للتجاره الالكترونيه؟ شنو الحلول اللي ممكن واحد يضعها؟ واعتقد الاستيراد هم اريد اسالك عليه. يعني انتم اكيد عندكم ممكن اذا ما عندكم بس خدمات، بس ممكن يكون عندكم منتجات. شلون دا يصير عندكم الجمرك والاستيراد والى اخره؟ اوكي. قبل ما اجاوبك على ذني النقطتين مالت الجمرك والدفع الالكتروني، اعقب على استاذ انس على موضوع الكورونا من اجتي وشلون اثرت على الشركات وشلون. صراحه انا بالنسبه لي كشركه اعطتني درس كلش مهم، علمتني شلون اخفض مصاريفي حتى اقدر استمر بالعمل مالتي. قبل الكورونا اكو فرد مثل يمكن شوي شعبي راح مو مثل فرد قصه. كنا نشتغل بالشركه الحمد لله، اكو واردات، اكو تمويل لا باس به، مصاريفنا كلش عاليه بس ماشي الامور الحمد لله. صارت كورونا مصاريف عاد مثل ما هي، يمكن ماكو صفر، وقف عملنا 100%. قعدنا ببيوتنا موظفين انت مجبر تعطيهم رواتب، ما تقدر تقول له قوم اطلع وبعدين رجع. بعد كورونا بس فتحت احنا كشركه غيرنا 180 درجه طريقه العمل مالتنا. جيت اعطيت مثال احد الاصدقاء، قلت له كنا احنا كانه قاعدين بعرس وحاطين طاسه وبيها شكليات، كل من يجي يشيل ويروح يشيل ويروح. هسه لا، صار مقنن. اوكي لك شكليته شكليتين وهكذا، وخذ حقك وهذا. هسه نفس الطريقه. هذه ساعدتنا كلش هوايه. وما تفرض خبر جديد راح ابثه هسه هنا. احنا نشتغل بثلاث محافظات اوبر تاكسي، عندنا بغداد واربيل ونجف. بسبب السياسه الجديده وتقليل المصاريف ان شاء الله قبل نهايه العام 4 محافظات جديده راح تنفتح. ان شاء الله. غيرنا طريقه العمل الالكتروني مالتنا. عدد الموظفين لاداره كل مكتب كلش قل، يعني قل 10 كلش كافي يمشي المكتب بالطريقه الجديده اللي حطيناها والاليات الجديده والدروس الالكترونيه اللي سويناها حتى لكباتننا. نرجع على موضوع القمر. انا بضل صراحه موضوع الاستيراد بالعراق اكيد اكو بفرد معوقات بالمستوردين والتجار هذا، بس ما اشوف هذاك العائق. يعني البضاعه قاعد تطوب هذا، اكو بعض المعوقات بالقوانين ربما سهولتها روتينها صحيح، مثل حال الروتين الموجود عندنا بكل دوائر الدوله. لكن تقول لي موضوع الدفع الالكتروني فنحن مأساة، بمعنى الكلمة نحن مأساة. يعني أنا كنت عايش بالدنمارك، يعني أنا بعدني شوية عندي عقليتي نقول تقليدية، أحط شوية فلوس بجيبي، أحضر ما يعادل تقريبا $100 اللي يعتبر هواي 500 كرونة، وشايل مبلغ أنا. ولا من الدنماركيين ما حد يشيل، ما يعني حاطه يمكن ما ادري اقل $10، يعني هذا $10 ما شغال. كارت باي مكان، اي مكان فين. انا شفت حتى منشي حتى الكارت منشي كنا على التليفون. هاي الجديده، هاي الجديده اجت هاي التكنولوجيا نظام الNFC، بس قبلها نحكي انا شوي قديم بالدنمارك من التسعينات. بعد الشباب. اي انا اخذت شيء بلا ما نسوي دعايه لللاينز مال التليفون، صراحه شاركوا بهالموضوع. اذا هو كورك، اذا اسي، اذا زين، عندهم هاي الباي كارد يعني. محفظة هذا هم هذا هم لاحظ يعني تنكون يعني تنكون اي فانكشن نوت فانكشن، هذا بحث اخر. يعني ممكن منها انا ممكن اقول لهم وين الاخطاء وين الديفولت مالتهم حتى يقدرون يساعدون. شركات الاتصالات ما يقدرون ياخذون دور المصارف. صحيح. يعني هو هم ايضا محكوم بقوانين بنك مركزي. صحيح. هنا ارجع لهاي النقطه. احنا بسبب عملنا بالعراق العمله مالتنا هم تعيسه، يعني هسه بكل دول العالم ما مسافرين لحد
السنت او جزء من سنت مال يورو او سنت مال دولار، كل دول العالم لحد الفلس ادى كاش باك رجع لك. انت بالعراق اذا رجع لك كاش باك ما عنده غير ربع اللي هي تقريبا 20 سنت مال دولار، وهذا رقم عالي. يعني انت ما يصير كدوله ما عندك هيك شيء. الحل الافضل له هو هذا البيمنت، يعني الاي بيمنت او الاي والت او هيك شيء. اكو شركات بالعراق هوايه بدون ما نذكر اسماء، يمكن 7 8 10 تعمل بهذا المجال، لكن للاسف انا قاعد هواي من الشركات بدنا نطبق هذه المنظومه ونسوي انتجريشن ويا السيستم مالتنا حتى الزبون يجي يدفع راسا المبلغ الحقيقي. الفيجن مالتهم صراحه فيجن احتكاري مو فيجن مالت سيرفيسز، ربما بسبب المعوقات او القوانين مال البنك المركزي. صراحه انا ما عندي هالقد اطلاع عليها، لذلك ارجع ابث خبر جديد ان شاء الله. احنا قريبا راح ندخل بهذا المجال بتكنولوجيا حديثه بسيستم ما صار البقيه مشتغلين عليه هنا. ان شاء الله راح نحل لكم هاي المشكله. اعطيني سنه ان شاء الله. سنه؟ اعطيني سنه. اذكرك ترى. وعد. تمام. وعدوا بابليكلي لا مو سنه يعني ينطلق سنه منتشر. اعطيك وعد سنه منتشر واستخدام منتشر. اصعد لك هاي 6% اضربها في 3 قليل في 3 اضربها في 5. والله حلو، يعني راح يكون كلش يعني فد اتشيفمنت وبريك ثرو، يعني كلش قوي. قاعد نشتغل سوفت وير وهاردوير. انا ليش يعني هاي النقطه ليش اعلق عليها؟ احنا هواي عندنا كانت تصير اجتماعات يعني على مثلا مبادره تريليون دولار مال سوري تريليون دينار مال البنك المركزي اللي اطلقها منذ 2015. اي بس ترى كانت فعاله كلش بال 2019، وانا اعرف هواي مشاريع اخذوا 40 مليون و30 مليون و20 والفائده مالتها كلش قليله 1 بالألف، والبنك اللي ينطيها ياخذ فشي. انا ما اعرف بالنسبه اذا هي موجوده بكردستان او لا، يعني بس بالنسبه انا انطلقت همين هنا لا بالمحافظات الباقيه هي كانت انطلقت. المشكله وين؟ المشكله انه هو يسوي بس حساب مثلا على سبيل المثال يسوي فقط حساب بالمصرف، افرضوا عليه يصير عنده على الاقل بزنس اكاونت او يصير عنده مثلا يعني ماستر كارد او فيزا كارد حتى ممكن هو يستخدمها. بالاضافه الى هذا يعني القوانين المتعلقه بانه التعميمات اللي ينطيها البنك المركزي بالنسبه للمصارف كان 2019 شعارهم بالشمول المالي، واللي تتذكر صار انه صار الشمول المالي اللي كانوا يقصدون به بانه البنك المركزي انطى تعميم بانه المصارف لازم تزيد التكنولوجي والبي او اس اللي هم ما الدفع الالكتروني وغيره. شنو اللي صار؟ 1 اي تي ام على كل 100,000 كلش قليل. يعني احنا الاحصائيه هاي مال بغداد عندنا 1 اي تي ام على 100,000، بغداد بها 10 مليون، يعني احنا بدنا نحكي على اكثر من 200 اي تي ام، مدينه بها 10 مليون. هاي اللي انا احكيها اعتبرها مشكله. انت ليش تسوي؟ طيب اوكي اذا طلعت الماستر كارد او الفيزا كارد وين راح تدفع بيها؟ اني اكو سوبر ماركت اروح ادفع بيه ببغداد مثلا بالماستر كارد يتعاجز ميري. تدري ليش؟ لانه ما بيحيل يروح للمصرف ياخذ فلوسه. يعني النسب عاليه. هاي بالضبط. لازم اذا بس يقوم يتحجج بي او اس مدى لانه ناخذ نسبه من الفلوس، فيعني الكاش اللي راح يوصل له اقل. انت تدفع له مثلا 10 ياخذون من عند البنك. هاي النسب بالنسبه لباقي الدول احنا النسب مالتنا عاليه، فلازم هاي نقطه ثانيه اذا نقدر نطرحها هنا. هو هذا اللي احنا لقينا له، هي هنا لقينا سولوشن ورك اراوند لهاي السولوشن على شرط اطالب منا الحكومه تعطيني لايسنس اني اشتغل. مو انا راح اطلع سيستم اللي يجون عليه يقول يكلبتوني ان شاء الله صوتك مسموع. تعرف شنو التحديات واحد يعني المشروع كمستشارة اعمال، المشروع اللي نعتبر ما فاتته الفرصه بانه ينتقل من السوق التقليدي مالته الى الالكتروني. شنو التحديات اللي يواجهها؟ شنو النصائح اللي تعطيها حاليا البزنسز اللي موجوده ويريدون ينتقلون للالكتروني لين هو المستقبل؟ شوف اولا النولج التكنولوجي. فاذا بما انه بس احب انه يعني نثير نقطه همينه، احنا حاليا بموضوع اسمه جوب فير، فما نحاول انه احنا همينه نعطي رساله يابا احنا بدنا نقلل موظفين
عن طريق تواجدنا بالاونلاين لنقلل الموظفين. بس شنو اللي نريد نقوله، المسج اللي نريد نقوله، اي نعم الموظفين راح يقلون، هذا ما يقول انه ما راح يكون بفرص عمل، بس اللي نريد نقوله اذا من هنا نشجع الشباب، موضوع الاي تي، موضوع التكنولوجي، موضوع النولج، ما يفيد بعد سي في موجود مكتوب بيه يعرف وورد واكسل وباوربوينت. يعني اللي اذا بدنا نعطي مسج نقول هسه اذا كانت المنافسه قويه هسه بعد صارت اقوى، يعني اللي يريد يجيب موظف بعد اكو سكيلز ثانيه يحتاجها. 6000 صار المقاطعة، صحيح عدد الموظفين راح يقل بالشركات، لكن عدد الشركات راح يزداد. عدد الشركات راح هذا تزداد. راح بالعكس بالضبط. يعني اذكركم في شيء بدايه العلاقه عكسيه. اي بالبدايه من صار موضوع النفط وشركات النفط زادت والشركات هذه الكل فتح يونيفرسيتيز مال نفط، والكل جهالهم دخلوهم بالنفط، قالت هذا من يتخرج خلص راح يجيب لنا والله فاللي صار يعني صارت نكته، قالوا حرام الولد يتخرج ووقف النفط، يعني انه صار بالضبط. لا العالم اليوم مو تعليم، العالم اليوم مهارات. نعم، بس اللي اريد اقوله يعني اذا احنا كتواجدنا بهذا الجوب فير، اذا من عن طريق هاي المنصه اذا نعطي مسج ضروري جدا للشباب او للخريجين انه يعرفون شنو اللي مطلوب بالسوق. فهذا هذا اذا نوع من المسج نعطيه، يعني عرفوا انه حاليا موضوع الاي تي مهم، موضوع النولج مهم. ونفس الشيء اذا اني عندي بزنس ايديا واريد اسوي بزنس، فهو موضوع اللي شلون اني استفيد من ادخل هذا العالم الجديد اللي هو عالم الديجيتال اذا ما عندي المعرفه به. فهي واحده من التحديات اذا اني ما عندي المعرفه به. زين، فرضا انا عندي بزنس ايديا مثلا، اكو هوايه بزنس ايدياز اللي هي تيبيكال، يعني اعمال يدويه، ممكن انا ما عندي الحرفيه او ما عندي الاديوكيشن باك جراوند انه انا يكون عندي هالمعلومه. اذا واحد او وحده من التيم يكون عنده هذه المعلومات. بمعنى اعطيكم مثل، ذاك اليوم بدنا نتعامل، يعني صديق لنا يتعامل ويا نجار، اللي ممكن عنده الحرفه ممتاز بالحرفه، بس ممكن التعليم ماله يعني حد متوسط او فدا تشوف هوايه بالاونلاين وهو سين، وده يعني الفضول انه ده نسال شلون، قال بنتي تخرجت من اي تي، ومن وقتها من فتحت من بنتها تساعده وخلتها سين بالسوشيال ميديا، انه اذا تدورون على واحد حرف في هالشكل موجود وهذه، فصار الكومبينيشن الصح بين الخبره والعلم الجديد اللي نحتاجه، وهذا الكومبينيشن الصح افاد ابو العمل انه يشتغل اكثر. فاذا التحديات اذا هي هاي موجوده، التحديات هي المعرفه، انا هذا العالم الرقمي الجديد شلون اتعامل وياه، شلون استفاد من عنده، وشلون اكون سين اعرفه، اقدر اسوي اني عندي هالمعلومه العلميه او الاديوكيشن باك جراوند بحيث اتعلم مكانه بها. ما عندي خلاص، هاي كل هالشباب الجديده اللي الطفل اللي عمره 4 او 14 سنه ممكن يعرف عنه اكثر، يعني هيك اعمى بالنسبه لي، فممكن نستفاد من عندهم وفريش جراجويتد ودم جديد وناس عندها خبره ويستعملوه اكثر، يعني ممكن انه يكون واحد من التيم كاونت اون شخص هالشيء. بس اضيف شيء بسيط، قانون العمل العراقي السن القانوني للعمل هو 16 سنه. نعم. انا اليوم عندي موظفين بعمر 17 سنه وعندهم مهارات اكثر من طالب جامعي اكيد او واحد متخرج. الشيء الاخر اللي اكتشفته بازمه كورونا، احنا الاعمال مركزه في اربيل، بغداد، بصره، وابناء المحافظات الاخرى يضطر يسافر الى هاي المحافظات حتى يحصل شغل. فكرة. انا اكتشفت انه اكو كميه من المهارات في محافظات عديده ودا يشتغلون وياي هسه حاليا اونلاين، والاكثر من هذا لقيت فرصه لاصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هو ما يقدر يطلع من البيت مالته مثلا، بس هو عنده مهارات بلش يشتغل، فهو ايضا مثل ما ذكرت عكسي ودا يفتح هذا الموضوع. بالنسبه لي موضوع سوري انا اريد اطرح السؤال عليك واسترسل بالاجابه أكيد. فيه. بس اريد اقول انه انت ذكرت نقطه كلش مهمه، يعني انا اؤمن كلش بانه الطلب، الديماند العالي، الطلب العالي اللي يصير على شيء هو اللي يدفع للتغيير. فشلون تحس انه هذا الضغط اللي يصير بمجال الالكتروني ممكن ياثر على اصلاحات الحكومه؟ لانه الاصلاحات الحكوميه دائما ما تكون يعني
نتيجه ضغط معينه، مطلب شعبي دا يصير حاليا. فاحنا دا نشوف الضغط على التسوق او السوق الالكتروني بشكل عام. بالضبط. اول شيء اول ضغط راح يصير، احنا لما نتكلم عن السوق الالكتروني احنا نمشي على برايفت سيكتور. نعم. اليوم الحكومه مو فقط العراق، هواي حكومات اخرى تواجه ازمه وظائف. نعم. وتوفير وظائف، وهذا الموضوع نتيجه سياسات خاطئه واساسها اصلا يعني منذ 50 سنه، ما نقدر نربطها فقط ما بعد التغيير. توجهات العراق وتوجهات اشتراكيه، وحتى التجربه مع القطاع الخاص والراسماليه هي تكاد تكون ضعيفه. انا حتى واحد يقول لي احنا التجربه اللي نتبعها بالعراق شنو؟ هل احنا اشتراكيين؟ احنا راسماليين؟ انا اقول لك شنو. سوشياليزم. العراق اليوم كموضوع اذا تيجي تقسمه على اعمال، اذا تلاحظ اليوم الحكومه مثلا مركزه على قطاعين لا غير، طبق عليه كل القوانين، قانون العمل والشؤون الاجتماعيه، هي قطاع النفط وقطاع الاتصالات. ليش؟ لان هذا العمل مباشره راح يكون بتماس مع الحكومه، وانت راح تشتري رخص وتعطي الحكومه اموال، واذا تجي على هذه القطاعين هي توفر 1% فقط من الوظائف. عندك قطاع اخر هو اهم واكبر ولكن غير منظور، اللي هو قطاع الاف ام سي جي، اللي هو الفاست موفينج كونسيومرز جود، مواد سريعه الاستهلاك. احنا بلد استهلاكي، 75% من واردات النفط تطلع استيراد لمواد سريعه الاستهلاك. انت اليوم تاكل نستله، سنيكرز، تويكس، تشرب اي مشروب طاقه، تعرف البراند بس ما تعرف الشركه المستورده له. وهاي غير منظوره ولا مطبق عليها اي قانون، انا ما احكي على الشركه اللي تستورد هذا المنتج. فانت من ناحيه يصير ضغط انه انا اريد وظائف قطاع خاص، انا اريد وظائف قطاع خاص، الحكومه تتوجه لاصلاح قوانين القطاع الخاص اللي هي عمرها اليوم اكثر من 40 سنه، انت اليوم تيجي تسجل شركه ومعاني انت بهذا الموضوع، الاسم المختار او البراند الفاني لازم معرف بالال انساه حيتغير. بالاضافه الى انه كلفه انت تسوي بزنس بالعراق كلش عاليه. انت حتى تحصل حتى هذا القرض اللي ذكرته مع المبادره، مع اكو بعض القروض لانه انت صاحب شركه، لازم تكون شركه مسجله، والشركه حتى تسجلها انت عندك لازم مكان مأجره، عندك محامي حاطه، عندك محاسب. فتخيل كلفه تسوي بس حتى تسوي بزنس رسمي مو اقل من 5 مليون بالضبط، حتى تحصل غير انه ايجار المكتب 3 اشهر منك 6 اشهر، والمنطقه تجاريه اي ومنطقه تجاريه مو منطقه سكنيه تقدر تسوي انت شغلك مثل سيليكون فالي من الجراج او غير شيء. هاي كلها كلفه البزنس. مؤشر الحريه الاقتصاديه بالعراق احنا ادنى قائمه بالعالم، حريه القطاع الخاص. فانت ضغط اليوم الكل تريد وظائف، الحكومه لازم تسوي اصلاحات في القطاع الخاص. ما راح تسوي اصلاحات في القطاع الخاص راح تضطر انه الاسهل الطرق هو الالكتروني، ولكن المشكله الاكبر وين؟ المشرع. انت اليوم عندنا سلطتين هي تشريعيه وتنفيذيه. المشرع اللي هو اليوم موجود في مجلس النواب، مع احترامي لاعضاء مجلس النواب، ما مشتغل بقطاع خاص اولا، ولا عنده المهارات اللي يشتغل بها يعرف بها حول التجاره الالكترونيه او الاي تي. شلون هذا راح يقدر يشرع لي قانون يساعدني؟ شرع لك قانون اعرج، او انه لربما تدخله الحكومي راح يؤدي اقتصاد مالتي، يمكن ابقى بهذا الوضع افضل. يعني مو دائما هو التدخل الحكومي هو الصح، لربما التدخل الحكومي راح يأذيني اكثر، راح يدمر البزنس مالتي. فالفكره هي الضغط هذا راح يغير هواي امور، باديها انت من القانون، باديها من الوظائف، وحتى الشباب اليوم نعرف شباب قبل سنه هو حلمه وحياته يشتغل بالوظيفه الحكوميه، ومو ذنبه، هذا الثقافه ثقفناها. العامه انت ما ذكر 6000 انت المجتمع حتى يحترمك فعليا، اما انت طبيب، اما انت مهندس، او انت ضابط. اوكي، هذا احنا متربين عليه، الصوره النمطيه. فانت تغييره مو سهل. الصدمه اللي تصير هسه سواء كانت صدمه الوظائف او كوفيد 19 بلشت الناس تفكر على الحلول، وهذا الشيء مر به العالم. القفزه اللي صارت بالتطوير بعد الحرب العالميه الثانيه. فانت الموضوع ياخذ وقت، اكيد ياخذ وقت، ولكن نفس الوقت انه الحكومه ما حتغير شيء. معقوله اني اليوم اتعامل مع قانون مشرع بالسبعينات والثمانينات، او تجي تحكي على اكو شيء مهم جدا ذكرنا موضوع الوظائف، حقوق الموظفين. نعم. انت اليوم في بلد
المسجل رسميا انه عندك انت 6 مليون موظف يشتغلون بالقطاع الخاص. من دول 4000 واحد فقط مسجل بالضمان الاجتماعي. فانت لا ابو العمل مضمون حقه ولا العامل مضمون حقه، بده يتعامل مع قوانين مال السبعينات. فالموضوع يبدي مره اخرى مثل ما حكينا احنا اراده سياسيه بضغط واعي يتكلم على هذا الموضوع ويبدي يصير اكو مو فقط كلام. يعني انا الكلام هذا حاشيه ببالي، انا حاشيه اونلاين، فيديوهات اونلاين، حاشيه بانرات. لا، لازم نطلع بورقه. هذه الورقه هي اصلاحيه يشتغل عليها القطاع الخاص، يبدي يشتغل لوبينج. نعم لوبينج. لازم تصير هاي الثقافه عندنا، يابا انتم لازم تغيرون هذا القانون. وهذا يتغير، وهاي يدخل بمسؤوليه تضامنيه مع الجميع. واعتقد على التغيير هذا اللي صار، نرجع اذا نقول على كوفيد 19، يعني مرات لازم نشكر الكوفيد 19 بشغلات بسيطه، انه تحويل الموضوع الدراسي على الاونلاين خلص. بعد اذا السلطات التنفيذيه او السلطات التشريعيه ما كانوا يعرفون اكو عالم ديجيتال اسمه اونلاين، خلص بعد هذا صار امر واقع. حاليا هم صايره هاي مشكلتهم الكبيره، الناس تقول لهم انتم شلون حولتوا على ديجيتال، وين قوانينكم؟ فخلص هسه لازم بارلل يمشون بالتوازي، ما لهم حل ثاني. فهذه من النقاط اللي راح تفيد حاليا. يعني اعتقد بالنسبه لهاي الشركات مفيده، لانه خلص بعد صار موضوع الحدث اللي دا يصير دا يتساءلون عليه، انتم شلون هذا منين جبتوا، شلون سويتوا، شلون صار الطلاب شلون يداومون، زين الامتحانات شلون ابروف. وشفنا من اكل حاجه انه جابوا الحل سريعا. فحاليا يعني اعتقد احنا ويانا جود مومنت انه بدنا نحكي بهالموضوع هذا، وجود فرصه. بس لازم التوازي، يعني الكل يشتغل به. كناس كأني كفرد ممكن هذا الشيء اطلبه، المجتمع المدني الحقيقي الصوري، الشركات اذا يتعاونون ويا نفسهم يكونون صوت واحد عن طريق نقدر نقول غرف التجاره، النقابات مبدئيا، عفوا بالكلام اني ما اشوفها فعاله. سوري يعني ما شفناها، هي الله اعلم، يمكن ما اعرف عنهم. بس صار لي فتره يعني 10 سنين راجعه البلد وما شفت نقابه فعاله. غرف التجاره دي يحاولون صراحه، بس الله اعلم يمين انتهى اذا احس انه اكو جاب، انه منفصلين عن الواقع الحالي مال التجاره او البزنس، او يعني كانه هم بوادي والشركات بوادي ثاني. فاذا كل هذه الجروبات يتجمعون يصيرون على نفس النمط، اذا منظمات المجتمع المدني، اذا يعني اريد اضرب لك مثل على موضوع انه انفصال عن الواقع. نعم. بس الوقت يداهمنا. لجنه تمكين وتطوير الشباب اللي هي لجنه تابعه لرئاسه الوزراء، اصغر واحد بيهم يمكن عمره 64 سنه، فتقيسي من هاي النقطه. مو العمر ما ينقاس بالارقام. لا انت شلون ما تترك، انت تريد تسوي لجنه تبحث امور الحاجات اللي عند الشباب واللي يحتاجها. هل من المعقول انت ما تخرط اللجنه باللجنه هذه على الاقل فدعينا من الشباب؟ استدعينا الشباب، شباب الغرب. اي مو قلنا اخر سؤال. ما استاذ جعفر مصلحتنا. استاذ جعفر اخر سؤال بشكل مختصر. اكثر القطاعات تتصور نموا وفرص بيئه اكبر بالنسبه للتجاره الالكترونيه لو سمحت؟ في اختصاص التجاره الالكترونيه. نعم. اقدر اقول لك كلها، لانه احنا اون جراوند على مستوى العراق. في العراق طبعا. نعم. لكن في العراق احنا بدايه سمعنا الاكل، ها الفود كل شيء. البيمنت احنا زيرو، الاكل زيرو، دليفري زيرو، في كل شيء احنا بالتجاره الالكترونيه يعني تقريبا زيرو. احنا بالعكس هاي ارض خصبه للمستثمرين. بالعكس يعني انا احد الاسباب اللي خلتني انا ارجع اشتثمر وارجع اشتغل بالعراق انه ارض خصبه. صح. بلدي ادي اسوي في الشيء وفرصه الي. انا سادة اروح اقعد انافس بامريكا ما يطلع لي، دول الخليج ما يطلع لي، شركات ضخمه اوريدي داخله، انا مستثمر صغير شنو شقان روحي. هنا بالعراق قدرت اثبت انا بصمه، مع انه اكو منافسين لنا شركات عملاقه، شركات يعني. نعم. أنا بنفس الوقت قدرت اثبت روحي هنا. احب قبل انه ننهي الجلسه ناخذ كم سؤال وصلنا من مواقع التواصل والمتابعين. السؤال هو
اذا اكو شخص اريد اساله انس، يمكن هو مجالك، اذا شخص يعمل بشركه عبر الانترنت بشكل عام، اكو قانون راح يحمي؟ اذا اذا هو ساكن في العراق اذا وشركة هو في العراق؟ حاليا هنا شخص ويشتغل بشركه عبر الانترنت، اكو قانون حمايه حقوقه؟ المفروض هو يوقع عقد ويسجل نعم. في الضمان الاجتماعي. نعم. ولكن المشكله الكبيره اللي راح اقول له اياها انه هو لا يلوم فقط ابو الشركه، لانه اذا هو ينطيه راتب اليوم راح يضطر ابو الشركه يستقطع من الراتب مالته، وهو يستقطع من الراتب مالته، والحكومه تستقطع من الراتب مالته. هاي اذا الحكومه اصلا جت الى ابو الشركه. نعم. فالحقوق راح تحميه هو العقد، يتعاقد وياهم ويطلب من الشركه انه تسجل بالضمان الاجتماعي. حتى نوصل لمرحله الحقوق لازم يكون اكو هوايه شغل بالقطاع الخاص بحيث والمهارات، بحيث ابو الشركه يضطر غصبا عنه يسجل بالضمان الاجتماعي، وهذا الشيء ما موجود اليوم. هو اذا حصل هاي الوظيفه جزء باشا ما حيحصل. اكو سؤالي لك ثاني يعني. الحكومه العراقيه يعني معرجين على هذا السؤال بانه قلت انه ما تعترف بالتوقيع الالكتروني، صح؟ السؤال هو انه شلون الحال بالبلدان الاخرى، وشلون ممكن احنا هاي النقطه نشتغل عليها؟ لازم نشتغل عليه مثل ما احنا حكينا، ضغط يصير اكو تشريع لهذا الموضوع. نعم. والضغط مو فقط بمعنى انه انا اطلع بالاعلام اصيح واحكي، لا، اكو بحث واكو مؤسسات تطلع فائده الحكومه اللي راح تستفاد اذا سوت هذا الشيء. نعم. بالاضافه انه شلون يحلوها، ما عندك غير فقط انت توقع وتختم وتدز DHL. هذا اللي يصير حاليا وهذا اللي دا اسويه يعني. وهذا ياخرني وخساره بكلش هوايه. واكيد بكلش مصاريف حاليا. استاذ جعفر، سؤال حضرتك من احد المتابعين حاليا يقول: ما هي النصائح اللي تقدمها للشباب اللي يخططون انه يبلشون اعمالهم التجاريه حاليا عبر الانترنت؟ شلون ممكن يستعدون لها ايضا؟ وما بعض شنو التحديات اللي تتصور راح يواجهوها؟ اوكي، هذا السؤال نريد له وحده ساعه كاملة. هذا بالضبط هو. واحنا جاوبناه صار 10 صراحة. اسئله بسؤال واحد. نعم. يعني اهم شيء انه انا اذا شخص نقول مبتدئ يعني ناشئ، نعم. انا نصحه يخلي يسوي جروب، شراكه بشراكه مدروسه مع جروب من الاصدقاء وياه، واحد يكمل الثاني، لانه اذا هو يبلش وحده ماكو يتصفق واحد، يريد له موظفين، يريد له. فاذا يسوي عده من نفس المستوى مالته يعني ونفس محيطه، قصدي اصدقاء. وارجع موضوع الشراكات، احنا بالعراق عندنا الى حد ما فاشله، لانه نطب نقول على محبه الله، لا نطب على محبه الله، محبه الله موجوده. بزنس، حط ورقه وقلم، انا هالقد الي، انت هالقد الك، انا هالقد ساعه اشتغل، انت هالقد ساعه تشتغل، انا هيك اسوي، انت هيك تسوي، هالقد احط فلوس، انت تحط فلوس. هذا من يصير مكتوب بيناتهم موقع، يحطون الاليات بعد هذه تختلف يعني. يجون هسه انا ما اعرف اذا موجود ايميلي او شغلات، طبعا انا كلش سعيد انه اللي اقدر اقدم اي نصائح. صراحه انا شركات من الخارج رادة تفتح تاكسي ابلكيشن مثلنا، رادة يطلب للعراق، خبروني قاعد يسولف من الالف للياء. قلت انا ما شايفت شي واحد يقعد يسولف للمنافس مالته. قلت انا عندي ايمان بالرزق، هاي واحد. الشغله الثانيه، انا اذا بدي افتح محل ذهب وين اروح؟ ما اروح بسوق القصاصين، اروح بسوق الذهب. فبالعكس الشركات من تجي راح تساعدني، والشركه اللي تصور انه راح تاخذ الماركت شير كلها إلها، فهي خطأنا 100%. ده تهيئ السوق اصلا. ده بالعكس يتعرفون على هذا النوع السيرفيس من بدينا كدعايه. يعني حد وقت بسيط كانوا اهل السوبر ماركتات او الوات ايفر، يعني الكوميرشال بيج اوفيسز، كانوا يتخيلون ان هم ماخذين الماركت شير كله. اجى الاونلاين كسره. ليش؟ انه بالاونلاين يقدر يبيع بسعر اقل، لانه هو ما عنده مصاريف مثل ابو السوبر ماركت، قام ينافس بالسعر، وهي اهم نقطه بالنسبه للزبون. نقطه اخيره، احنا كشركات اللي بدت الرائده، احنا قاعد نسهل الطريق للناشئين. انا من بديت بالنجف، بديت اول مدينه قلت خليها اجرب صغيره واقدر اجرب بيها. انا كريت نيد للناس. تاكسي موجود من اول، موجود. انا ما اخترعت شيء جديد، بس انا سويت اليه جديده، اعطيته راحه، اعطيته امان، وكريت نيد بديت اثقف. الصراحه من طبت شركات منافسه ويانا، احنا صورنا انتهينا. تدري فادتنا شغله اسبوعين فقط من طبوا، احنا صار عندنا دروب، وراها صعدنا مره ثانيه علقنا. شو القصه؟ عم منافس، اجى منافس قوي، شو القصه؟ قام يثقف ويانا. يوزعون هدايا ايفونات. وزع هدايا بالعكس.
أنا طبعا أحب أتشكر من عندكم أستاذ جعفر تسلم. ستلار وأيضا أستاذ أنس. الله أحب يخليك. أتشكر أيضا من المنظمين بشكل عام الداعمين والرعاة. بالإضافة إلى هذا شكرا لمنظمة رونغ على صراحة الفرصة الاستثنائية اللي جمعونا من محافظات مختلفة في مكان واحد في مدينة احنا كلش نحبها. وأحب أيضا أشكر الحضور، أشكركم كلكم على جيدكم وعناء الانتقال، وخصوصا بهذا الظرف الاستثنائي. نتمنى نشوفكم بورش ثانية وبأيضا جلسات ثانية، وأتمنى لكم يوم طيب. شكرا. ممكن كلمة أخيرة؟ فتح الشركة هنا على العمل في كردستان، غفلت عن شغلة، هي غفلت وما ردت الخط تعتبر دعاية. الصراحة القائمين على شركة كورك هم اللي دعمونا بشكل قوي، واللي يعني ساعدونا بالحصول على اللايسنس. ويعني أنا أقدر من هذا المكان أن أشكر هاي الشركة واللي عندهم هذا النفس بدعم هاي الشركات. شكرا موصول لهم. شكر موصول دور سباس لهم ولا هيك؟ ما شاء الله.